شكرا لك زميلي فهد المساعد، وكذلك للكباتن عبد الرحمن الرومي عادل البطي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوط المباراة الثاني سيبتدأ بعد قليل، وبإذن الله يحمل معه أخبارا جيدة للفريق النصراوي وأداء أفضل وتدخلات أفضل من المدرب دانييل كارينو لمصلحة الفريق النصراوي. شوط المباراة الأول نجح فيه الفريق العربي في تسجيل هدفه الأول في المباراة، والذي يضع في التأهل لدور الأربعة، لكن بإذن الله النصر حاضر بإذن الله بالوضع الجيد وبالتسجيل. أولا التسجيل بإذن الله أن يضع نفسه في وضع جيد في التأهل لدوري الأربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربة البداية الآن في شوط المباراة الثاني. التغييرات لم تحدث للجانبين، للعرباوي والنصراوي. هذه رأسية عمر هوساوي. تأتي الكرة في الجهة اليسرى، النصر سريعا عبد الله العنزي، قلبي دفاع محمد عيد، عمر هوساوي، ظهير ايسر ابراهيم الزبيدي، ظهير ايمن شيع شراحيلي، في المحور في اثنين حسني عبد ربه وابراهيم غالب، وفي الوسط باداء هجومي لاعبي طرف، على اليمين خالد زيلعي، على اليسار حسين عبد الغني، وفي الهجوم لمهاجمين، مهاجم متحرك حسن الراهب، وراس حربه ثابت اللي هو محمد السهلاوي. هذا هو التشكيل للفريق النصراوي كما كان في شوط المباراة الأول واستمرارا في شوط المباراة الثاني. سريعا العربي الكويتي محمد غانم، في حراسة المرمى سيد محمد عدنان ومرتضى قلبي دفاع، ظهير ايمن محمد الفريح 13 16 مبارك البلوشي، ظهير ايسر لاعبي محور طلال نايف وعبد الله الشمالي، عبد العزيز سليمي، عبد القادر فال في الوسط، وفي الهجوم حسين الموسوي وفهد الرشيدي. كرة ملعوبة الآن في اليسار للنصر، ابراهيم غالب يتقدم الآن مع محاولة، غالب الآن يتقدم في محاولة، ولكن كرة مقطوعة. طبعا الأطراف الأخرى في هذه البطولة حتى الآن ما في أحد متأهل رسميا إلا اتحاد العاصمة الجزائري، فهو الذي تأهل أمام البقعة الأردني. كرة ملعوبة الآن محمد السهلاوي، تأتي الآن عمر هوساوي يتقدم في كرة مقطوعة، لكنها تعود مرة ثانية لصالح فريق النصر. لان حسين عبد الغني يروح ممتاز الان للنصر مع بدايه الشوط الثاني. هذه الكره الان تمريره طوليه ممتازه الان، زيلعي يجرب ويشوت، ولكن الكره مقطوعه الان تاتي مره ثانيه للنصر، ان شاء الله مع الجول، ان شاء الله مع الوصول. شيع شرحيلي، لمسه الان للزيلعي، عرضيه نصراويه، لمسه الله عمر هوساوي، لكن الى خارج ارضيه الملعب. عمر هوساوي كان متقدم في اللقطة الماضية والتسديدة ما كانت بالدقة المطلوبة. إذن اتحاد العاصمة الجزائري يتأهل لدور الأربعة بعد فوزه في مباراة الذهاب على البقعة الأردني في الأردن 6-1، وكرر فوزه في الجزائر 3-2، وبالتالي تأهل إلى دور الأربعة. الإسماعيلي المصري والشباب بلوزداد الجزائري يلعبون الآن أشواط إضافية بعد أن تعادلا في الجزائر 1-1 وفي مصر أيضا 1-1. للعربي الكويتي الآن مرتضى فال، 1-0 لصالح فريقه العربي، وهي أبدا لا تخدم النصر. كرة ملعوبة، رمية تماس الآن، إبراهيم الزبيدي اللي يدخل في الخارطة أو التشكيلة الأساسية للنصر. زبيدي إبراهيم يلعب كرة شمالي تلعب لصالح فريق النصر. حسني عبد ربه يلعب كرة طويلة، زيلعي، كرة مفتكة تأتي لصالح العربي، ملعوبة في الجهة اليسرى. هذه خطيرة، يجرب ويشوت، قوية جدا، قوية، ولكن إلى خارج أرضية الملعب سليمة. الموسوي جرب انه يشوت من مسافة بعيدة، لكن الكرة مرت بمتابعة عبد الله العنزي. نصراوي الآن إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى. حسن الراهب مع مرتضى فال، ومرتضى فال الآن في لقطة بينه وبين حسن الراهب. مرتضى فال كان عنده أكثر من دخول قوي، وكان عندنا بعض التدخلات، لكن نتمنى من حكم مباراة محمد فاروق أن يحضر بالشكل الأكثر حزما في دقائق قادمة في المباراة.
ملعوبة هذه خطيرة، يا الله على الفرصة، يا الله على الفرصة. جول 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 للعربي الكويتي، جول للعربي الكويتي. الموسوي يسجل، الموسوي يسجل. حسين مباغتة مع بداية الشوط المباراة الثاني. حسين الموسوي يجب أن يتحرك كارينو الآن. خلاص 2-0 ما بعدها شيء. حسين الموسوي انفرد وسجل هدف الثاني للعربي. شوف اللقطة، شوف اوهو، غلطة ثانية يا محمد عيد، غلطة ثانية يا محمد عيد. وهذه التسديدة والكرة في القائم، هدف لصالح فريق العربي. أخطاء متكررة للأسف دفاعيا، والزعيم العرباوي الكويتاوي يسجل الهدف الثاني. ملعوبة عبد القادر، يلا يا نصر، النصر يحتاج التعديل. 2-0 زبيدي، كرة ملعوبة الآن في الأمام، دفاعات النصر ما هي ثابتة. راية وتسلل، راية وتسلل، راية وتسلل يؤشر لتغيير. بطاقة صفراء على حسين الموسوي، 3 بطاقات صفراء في المباراة كلها لفريق العربي الكويتي. إذن 2-0، لكن عزاؤنا أن النصر قادر على العودة بمواقف كثيرة حضر النصر، وهذا ما نتمناه في دقائق قادمة. لكن مع ذلك يجب أن نفعل الأسباب، ويفعل كارينو الأسباب بالتغييرات لأداء هجومي. الشكر للزملاء في الاستوديو التحليلي بقيادة زميلي فهد مساعد، الكابتن عادل البطي، الكابتن عبد الرحمن الرومي، والحلول التي كانت في الاستوديو التحليلي. وإن شاء الله أن دانيال كارينو يكون حاضرا في دقائق قادمة. العربي الكويتي سجل هدفين، النصر يجب أن يعدل. كرة ملعوبة تأتي في الوسط الآن شمالي، عبد الله يلعب كرة في يمين، محمد فويح، عبد القادر فال، أكثر ثباتا يا نصر، أكثر ثباتا يا نصر. الشمالي عبد الله الآن في الجهة اليمنى يتقدم، الكرة مسيطر عليها إبراهيم زبيدي، يلعب الكرة لحسني، عبد ربه ما في تغييرات للجانبين. كرة ملعوبة للسهلاوي، مرتضى فال طويل وارتقاء. تأتي الكرة الآن في الجهة اليمنى، خطأ لصالح فريق النصر. حسني عبد ربه ينفذ الكرة بشكل سريع الآن، نصراوي الآن محولة في الجهة اليسرى. حسين عبد الغني لاعب الوسط الايسر يسيطر على الكرة الآن، ويلعب الكرة الآن لغالب تمريرة. حسين عبد الغني يلعبها لزبيدي. هدف صدقوني معه المعنويات، معه الوضعية والثقة تكون إيجابية للنصر، لكن على النصر انه يوصل. دفاع منطقة الآن راح يعتمد على المرتدات فريق العربي. كرة ملعوبة للزيلعي ويجرب الشوط، والكرة في مرتضى فال، ضغط موجود ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. على فكرة فريق العربي عنده أخطاء فردية مثل ما عندنا أخطاء في دفاعاتنا أيضا عندهم، وبالتالي كل ما ضغطنا كل ما يمكن نحصل، كما حصل العربي خطأ فردي بهدفين حتى الآن يتقدم بهم. إبراهيم زبيدي، حسني عبد ربه يلعب الكرة الآن، سهلاوي الآن بلمسة ملعوبة له فرصة، لكن مرتضى فال حاضر الآن في الإبعاد. شوف حتى الإبعاد ما هو دقيق، وبالتالي الكرة تعود للنصر، وبالتالي كثر الضغط، كثر الإصرار في الهجوم بدقة بإتقان بتوازن. النصر إن شاء الله يعود. كرة ملعوبة الآن، شايع شرحيلي يتوغل في العمق، يلعب كرة الآن، يراوغ في كرة، ضغط عليه موجود، يلعب الكرة الآن لعمر هوساوي. قلوب الدفاع والله يعني كل ما أخذ الكرة في النصر والله الواحد يحط يده على قلبه من الأخطاء الفردية، لكن إن شاء الله ما تتكرر. كرة ملعوبة، ضغط الآن موجود، حسني ملعوبة لحسين، يجرب الشوط ويلعب الكرة الآن تمر من الأخطاء الدفاعية هذه اللي نتكلم عنها. ملعوبة الآن، زارع الكرة ما خرجت، لكن الآن تخرج إلى ضربة مرمى، هذه اللي نتكلم عنها. تسديد، أخطاء، الكرة اللي سددها حسين عبد الغني ارتطمت في مرتضى فال وكانت من الممكن أنها تتهيأ، بينما هذه الإعادة لهدف العربي الثاني اللي سجل حسين الموسوي، ليسجل هدفين في مباراة اليوم، يسجل هدفين في مباراة اليوم، ويضع فريق العربي في لقطة طبعا أكيد أثارت حسين عبد الغني قام بها حسين الموسوي، لا نعلم اللقطة ما جابتها، لكن الأمور راح تكون ممكن واضحة ما بعد المباراة. كرة ملعوبة، محمد عيد
حسني عبد ربه للنصر الآن في سيطرة على الكرة، في نتيجة أبدا ما هي جيدة. سعود حمود ورقة قادمة لدانيال كارينو. سعود حمود كما هو واضح ورقة قادمة وإن شاء الله يكون معها الخير. كرة ملعوبة لها في الجهة اليمنى لصالح الفريق النصراوي. شايف شرحيلي يتقدم، يتوقف بشكل ممتاز، ملعوبة للزيلعي، مرت الكرة ولكن الكرة مقطوعة. تأتي الكرة الآن في الوسط، عبد القادر فال السنغالي الآن يتقدم، يلعب كرة الآن في الطرف الأيسر لصالح حسين الموسوي. شوف المرور، شوف المرور العربي، لكن ممتاز يا غالب، ممتاز يا غالب، قاطع كرات، مؤثر في الوسط، لكن انتظر ان شاء الله الاهداف في المقبل من الدقائق. شايع شرحيلي، لمسه موجوده الان، زيلعي، كره فيها ضغط على الزيلعي، ما فيها خطا بقرار محمد فاروق الحكم المصري. كره ملعوبه الان في الطرف الايمن، راسيه فهد الرشيدي. تاتي الكره الان لصالح الفريق العرباوي الموسوي. طبعا الرشيدي هو اللي سجل الهدف الاول والموسوي يسجل الهدف الثاني، مهاجمي فريق العربي الكويتي. شايع شرحيلي يلعب كره طوليه للزيلعي الان في الجهه اليمنى، او سهلاوي العائد من الهجوم النصراوي. كره فيها خطا لحسين عبد الغني. حسين عبد الغني ملعوبه الان، حسين عبد الغني يمر بشكل ممتاز، يلعب تمريره، هذه فيها فرصه، زرعي او الراهب، يمر الراهب، يتعثر الراهب، لتاتي الان الكره مره ثانيه. حسين ضغط موجود عليه، ضغط موجود عليه للفريق النصراوي. حتى الان الوسط يعود محمد السهلاوي الان، لان هذا المكان فاضي، هذا المكان فاضي. سعود حمود ورقه قادمه، مكان مين؟ يبدو مكان زبيدي، يبدو مكان زبيدي. سعود حمود اذا، سعود حمود اذا، سعود حمود يدخل في تشكيلة الفريق النصراوي، لاعب طرف ومؤثر، وبإذن الله يكون أكثر تأثيرا في المقبل من الدقائق. سعود حمود تغيير أول مكان إبراهيم زبيدي. إبراهيم زبيدي يخرج في أول تغيير في مباراة بين المدربين. بالتأكيد النصر هو المحتاج أكثر التغيير. سعود حمود يدخل لأرضية الملعب، راح نشوف الرسم التشكيلي كيف راح يكون مع التغييرات المقبلة. كرة ملعوبة، متراجع السراوي اكثر، الكره الى خارج ارضيه الملعب. المدرب طبعا في المباراه النهائيه كما تذكرون عبد عطيف لعب وبعد ذلك اخرج لمطالبته بان يكون الاداء اكثر سرعه، لكن مباراه زي هذه مع تراجع العربي والله ودك تحتاج عبد عطيف الصناعه. هذه كره فيها خطا، خطا للنصر، خطا للنصر. لا تيأسوا مع النصر، فالمواقف كثيره، فالمباريات الماضيه كثيره، وايضا الذهاب أكبر دليل على عودة النصر. بالتأكيد طبعا هذه اللقطة الماضية لهدف، وهذه اللقطة إذا ما كان هناك ما استفز يأشر على الجمهور النصراوي. هذه فعلا لقطة مستفزة، وما استفز حسين عبد الغني، لأن توجه للمدرج النصراوي. وش عليك في المدرج النصراوي؟ روح للمدرج العرباوي واحتفل على راحتك يا حسين يا موسوي. وبالتالي هذا ما استفز حسين عبد الغني بالتاكيد، ويستفز اي مشجع نصراوي او متابع للنصر في مباراه اليوم. فعلا لقطه ما هي محببه من حسين الموسوي. تغيير الان قادم، راح يدخل مدافع لفريق العربي الكويتي او لاعب وسط نواف شويه، نواف شويه يدخل لارضيه الملعب مكان الشمالي، مكان الشمالي. اذا لاعب دفاع راح يدافع عن كره ملعب اتجاه المرمى. الله يا حسين عبد الغني، الله يا حسين عبد الغني. تسديده حاول فيها لكنه تابعها الحارس محمد غانم. كره ملعوبه الان، الرتم السريع راح يكون حاضر في الشوط المباراتي الثاني بالتاكيد في مرتدات عربويه ورغبه نصراويه. عبد القادر فال، كره ملعوبه، عبد العنزي يسيطر على الكره. كره ملعوبه الان تاتي سريعه للنصر. عمر هوساوي الان للنصر، كره ملعوبه، يمر بشكل جيد عمر، يلعب في مركز ظهير اليمين في فترات، لكن كرته ما هي دقيقه هذه المره. قلب دفاع في مباراه اليوم. ملعوبه، نواف شوي ايضا دخل لاعب وسط دفاعي مكان 24 اللي هو عبد الله الشمالي، لاعب وسط باداء هجومي، وبالتالي الان راح يدافع ويلعب على المرتدات بشكل واضح. حسين عبد الغني ظهير ايسر الان يلعب الكره ملعوبه، تمر للسهلاوي، يلا يا السهلاوي، يلعبها عرضيه ملعوبه للزيلعي، الكره تمر للزيلعي، ما فيها شيء، لعب مستمر، لكن قرار خطا لصالح العربي الكويتي. خطأ على النصر لصالح العربي الكويتي. محمد فريح اعتبرت دفعة من الزيلعي. الزيلعي دفعة مع محمد فريح، دفعة مع محمد فريح. كرة ملعوبة تأتي الآن لصالح فريق العربي الآن، ملعوبة
تأتي في الجهة اليسرى، ولكن الكرة فيها رمية تماس. هذا سعود حمود اللي دخل، والصورة قبل ذلك مع مرتضى فال. والفريق العربي راح يكون مرتدات. هذه كرة فيها ابعاد ملعوبة الآن. محمد غانم الحارس اللي ياتي في التشكيل الاساسي. في الجهة اليسرى حسين عبد الغني اللي يعود الان لمركز الظهير الايسر بعد ما خرج ابراهيم الزبيدي. واحد يقول والله ليش ما بديت في البداية، خسر تغيير. كارينو كان يقرأ انه يدافع. كرة ملعوبة تأتي لصالح الفريق العرباوي الان في الوسط، يقاتل عليها ابراهيم غالب. في دخول على ابراهيم غالب. والله محمد منير ما كان في محمد، ما هو محمد منير، محمد فاروق ما هو قريب من اللقطات والاحتكاكات القوية. ملعوبة الان في الوسط، نواف شوية يدخل في الكرة الان، تأتي عالية في الفريق العرباوي الان. عمر او محمد عيد مدافع قوي لكنه ما كان موفق، ما نقول اخطأ، ما كان موفق في الهدفين لصالح فريق العرب. كرة تأتي الآن حسين عبد الغني. محمد عيد في اليمين، شايع شرحيلي يلعب كرة طويلة. محمد السلاوي متراجع لصناعة اللعب. كارينو يقوم بتغييرات الآن، ممكن في عدد كبير يعني يستغرب بما يحدث الآن في أرضية الملعب من المدرب اللي أمامنا دانييل كارينو في مباراة رقم 21 مع النصر. امسكوا أعصابكم يا شباب. رمي التماس لصالح فريقي العربي الكويتي، وبطاقة صفراء على شايع شرحيلي على الاعتراض في اللقطة الماضية اللي شفتوها. بطاقة صفراء من محمد فاروق. شايع شرحيلي، ابراهيم غالب لحسين عبد الغني. خالد الغامدي، ورقة قادمة. تأتي الكرة الآن ملعوبة، زيلعي. خالد الغامدي راح يدخل مكان مين؟ عموما كرة ملعوبة تأتي الآن مقطوعة، ورقة هجومية قادمة للنصر. الغامدي كرة ملعوبة الآن في الطرف الأيسر، خطيرة هذه، ملعوبة للعربي. الكرة ما فيها تسلل، لعب مستمر. الموسي يلعب عرضية، هذه خطيرة. وعبد الله الغامدي أو عبد الله عفوا العنزي حاضر في اللقطة الماضية. كلامي على الغامدي لأن خالد الغامدي جاي الآن في تغيير قادم نصراوي. ممكن ما مركز يخرج شايع أو شايع يدخل فيه الوسط. عموما نشوف حسين عبد الغني يتقدم بالطريق الايسر، يراوغ لكن الكره مقروءه من الدولي الكويتي محمد فروح. حسين عبد الغني في دخول ماضي، وان شاء الله الامور ما تكون مبالغ فيها من حكم المباراه. الدخول الماضي ما هو قرارك يا حكمنا؟ بطاقه صفراء. حسين عبد الغني بطاقه صفراء. حسين عبد الغني مرت سليمه، والله الدخله كانت قويه. عموما خطأ. الدقيقة 63 إذن، والنتيجة حتى الآن تقدم فريق العربي 2-0. هذه لقطة مرة ثانية. حسين لا والله حسين فلتت أعصابه في اللقطة الماضية، ونحتاج في خبرتك وهو أدائك يا حسين أكثر في الدقائق القادمة. مرت سليمة ببطاقة صفراء. اهدى يا حسين، نحتاج لخبرتك المؤثرة مع الفريق النصراوي في مبارياته الماضية. حسين عبد الغني في الدخلة الماضية أخذ منها بطاقة صفراء. أكثر تركيز هذا المطلوب للفريق النصراوي في الدقائق القادمة. كرة ملعوبة تأتي الآن رأسية من عبد القادر فال. العربي الكويتي أخرج الفتح، ونتمنى أنه ما يخرج النصر. نتمنى أن العربي الكويتي ما يخرج الأندية السعودية في بطولة كأس الاتحاد العربي لكرة القدم. رمية تماس كارينيو، ورقة قادمة. خالد الغامدي مع دخل خالد الغامدي مكان شايع شرحيلي. مركز بمركز المخرج الكويتي كان سامعني. كرة ملعوبة تأتي الآن لعمر هاوساوي.
خالد الغامدي دائما مفتاح هجمات نصراوية خطيرة في الطرف الأيمن، لكن النصر يتحرك بشكل كبير في الطرف الأيسر. حول على اليمين يا عمر، حول يا حسني، أيوة حول، يلعب الكرة لخالد الغامدي البديل، يتقدم خالد، يلعب الكرة لزيلعي. شوف المكان الفارق، هذا المكان صناعة اللعب، مكان رافائيل باستوس واللي يمكن يملاه عبد العطيف، هذا المشكلة للنصر. ملعوبة لخالد الغامدي، غامدي الآن في الجهة اليمنى، يمر الكرة إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب، دخل سعود حمود، دخل خالد الغامدي، وإن شاء الله عبد العطيف في أوراق قادمة يجب أن يضرب بكل ما لديه من قوة فريق المدرب كارينو لإنقاذ ما يمكن إنقاذ النصر على الأقل بهدفين والتعادل في المباراة. كرة ملعوبة، مبارك البلوشي يلعب كرة إلى خارج أرضية الملعب. العربي الكويتي الآن منتشي سعيد، بينما هذا الدخول الحقيقة اللي ما كان ودي حسين عبد الغني ينقذ بهذه الطريقة، لأن الدخول كان قوي وبطاقة صفراء. ملعوبة، معادل كرة تأتي لصالح فريق النصر. محمد عيد غالب معه، يتمركز غالب بشكل جيد، نازل معاه حسني، لكن الكرة ملعوبة الآن، دخول خطأ لصالح فريق النصر، خطأ لصالح فريق النصر. السهلاوي متحرك على الطرف الأيمن، وسعود حمود وحسن الراهب، وبالتالي سعود حمود هو في العمق. سعود حمود تألق مع الأولمبي السعودي في تصفيات أولمبيات لندن بشكل كبير جدا، وإن شاء الله يكون حاضر. سعود حمود الموهبة الرائعة، صدقوني هدف يتغير معها الأوضاع، وإن شاء الله العالم ينطلق من هذه المباراة. كرة ملعوبة حسين باتجاه المرمى، لكنها ما لمست أي لاعب نصراوي، حتى أنها تغالط الحارس محمد غانم، ما لمست أي لاعب نصراوي، وبالتالي كرة ملعوبة. تلعب الكرة الآن غالب، يلعب الكرة غالب، يحرك الكرة الآن لحسين عبد الغني، تلعب غالب، تحضير طول شوية. أنا ودي النصر يتحرك على الأقل في اليمين أكثر، نشاهد خالد الغامدي أكثر، تمرير حسني عبد ربه أكثر تركيز، كنترول ما هو بشكل الجيد، الأرضية شوية ممكن يكون لها دور. غالب يلعب الكرة الآن حسني، شوف الكرة كيف ماشية الحسني، كرة ملعوبة الآن تأتي سهلاوي، هذه فرصة إن شاء الله يكون مع الفوز، يكون مع الهدف. ملعوبة مرة ثانية، يلا يا سهلاوي، غامدي الآن عرضية، متابعة للراهب، الكرة خرجت خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى للعربي الكويتي، ضربة مرمى للعربي الكويتي. تصفيات هذه البطولة طبعا بدأت مع نادي ستيل نوفيل من جزر القمر، وشوف الأجواء الجميلة بين طلال نايف وحسين عبد الغني. الحماس طبعا، الخسارة بهدفين هي من جعلت حسين عبد الغني يدخل بالشكل هذا، وبالتالي جميل جدا الروح الرياضية الرائعة بين طلال نايف وحسين عبد الغني. تصفيات افريقيا طبعا تأهل منها ستيل نوفيل، ولعبوا اتحاد العاصمة تخطى اللي هو نادي تفرق زينة الموريتاني. كرة ملعوبة الآن في الطرف الأيسر، وفريق بلوستاد تخطى نادي ستيل نوفيل الجزر القمر. خرج من نادي الرجاء، والإسماعيلي المصري تخطى نادي الخرطوم، وتأهلوا إلى المرحلة في دور الثمانية ممثلي أفريقيا. هذه لقطة الماضية حسني عبد ربه مع عبد القادر فال، بينما منطقة آسيا تأهل شعب آب أمام نجمة، وتأهل الشباب الظاهرية الأردني أمام العروبة العماني، والفتح السعودي تخطى الجيش أو عفوا الجهر الكويتي، والحد البحريني تخطى فريق شباب الأردن الأردني. كرة ملعوبة تأتي عالية رأسية للنصر، إبعاد حسني، ملعوب الكرة الآن كنترول سعود حمود، ملعوب للراهب سعود، يمر مرر لسعود، ملعوب الكرة الآن في الجهة اليمنى، يدخل فيها زيلعة، وخطأ لصالح فريق النصر، خطأ للنصر. أكثر يعني هدوء وتركيز النصر راح يعود. خطأ على عبد العزيز سليمي، هذه لقطة بين سليمي وبين خالد زيلعي في اللقطة الماضية. خطأ الآن موجود، وحسين عبد الغني مع الكرة الثابتة بإذن الله يظهر ويعود النصر بهدف، الهدف اللي راح يغير صدقوني كثير مع الفريق النصراوي في الدقائق القادمة. نلعب في نص ساعة وأقل على نهاية هذه المباراة. العربي هدفين، نصر لا شيء، مطلوب هدفين التعادل على الأقل للنصر. خطأ له حسين عبد الغني، الكرة الثابتة، ياما حسين عبد الغني بهذه الطريقة من هذا المكان نجح في تغيير أمور كثيرة، سواء مع الأهلي مع المنتخب ومع النصر. كرة ثابتة الآن حسين عبد الغني الآن ينفذ الكرة باتجاه المرمى، عالية إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى. دوري التصفيات في عربي آسيا
النصر تخطى الحد ذهابا وإيابا، والقوة الجوية العراقي تخطى شباب الظاهرية الأردني، العربي الكويتي تخطى الفتح السعودي، والبقعة الأردني تخطى شعب أب اليمني، وبالتالي اكتملت 4 من آسيا و4 من أفريقيا، ونحن الآن في دوري 8 في الإياب في الحسم للوصول إلى دوري 4 في كأس الاتحاد العربي لكرة القدم للأندية. كرة ملعوبة الآن، تأتي عرضية الآن، راسية سعود جهز لسهلاوي، يلا يا سهلاوي، كنترول يجهز مع الأرضية الصعبة، لكن تمرير هذه تمر سعود، سهلاوي يجرب شوت، خطأ يا محمد يا فاروق، الله، خطأ في مكان ممتاز، خطأ في مكان ممتاز، بإذن الله ما تضيع هذه الكرة، بإذن الله ما تضيع، في مكان ممتاز جدا، في مكان ممتاز جدا، كثر الضغط، صدقوني راح يكون في أخطاء، صدقوني راح يكون في فاولات في أماكن ممتازة مثل هذه الكرة، صدقوني راح يكون في أخطاء فردية، صدقوني النصر سيعود إذا ما سجل بإذن الله الهدف الأول، لكن هو بس الهدف الأول يجي، هو الأول بس يجي. كرة ثابتة الآن، من اللي راح ينفذ؟ من اللي راح ينفذ؟ اللي واقف على الكرة السهلاوي، حسني عبد ربه سجل من هذا المكان، آخر الأهداف كانت أمام الشعلة، حسني عبد ربه، يا الله يا رب بإذن الله تركب مع حسني مثل ما كررها كثير، حسني عبد ربه، حسين عبد الغني بالقدم اليسرى، أو السهلاوي اللي راح ينفذ، سهلاوي سهلاوي، لكنها عالية عالية إلى خارج أرضية الملعب. إذا هذه الإعادات لكرة السهلاوي، هذه الكرة ملعوبة فيها راية، فيها راية على الموسوي. تلعب الكرة الآن، خالد الغامدي يمر، دخول عليه قوي، خطأ بصافرة محمد فاروق، خطأ للنصر، تراجع يزداد مع ازدياد الوقت. شوف التأخير في جلب الكرة، وبالتالي خالد الغامدي يجلب الكرة الآن، خطأ. هذه الأمور إن شاء الله ما يركز عليها لاعبين النصر. ملعوبة الآن في اليسار، حسين عبد الغني يتقدم، حسين فاتح معاه حسن الراهب، يرجع بكرة الآن حسين يتقدم فيه الكرة، يلعبها في العرض، ممتاز الآن سيلع يجرب الشوت، لكن دقة التسديد حتى الآن ما شفنا دقة تسديد حاضرة من الفريق النصراوي. ضربة مرمى للعربي. دور الثمانية كما تعلمون فيه القوة الجوية العراقي مع الرجاء البيضاوي المغربي، مباراة متأخرة اليوم حتى الآن لم تبدأ. اتحاد العاصمة تأهل لدور الأربعة على حساب البقعة الأردني. هذه الكرة ملعوبة لحسين، ضغط عليه موجود الموسوي، شوف لاعبي العربي الآن في وضع وفي ضغط خطير. هذه الكرة ملعوبة في اليمين، الموسوي صاحب الهدف الثاني يمر الآن بشكل جيد، لكن كرة تمريرة محمد فريح خطيرة عربوية عرضية وإلى خارج أرضية الملعب. محمد فريح ظهير أيمن منتخب الكويت، الأساسي في خليج 21 البطولة الماضية. حسني يلعب كرة لخالد الغامدي في اليمين لنصر الآن، حسني لمسة مع حسني، مرور ممتاز، الكرة طالت سرعة التمرير حتى الآن تؤثر على الهجمات النصراوية. ملعوبة حسين او ملعوبة الان مع السهلاوي، تمريرة ممتازة، سهلاوي مرور، ابعاد من عبد القادر او مرتضى فال، تراجع كبير، يلعب كرة طولية الان غالب، مرة ثانية محمد عيد للنصر، لا نيأس، نحاول حتى كل الفرص المتاحة، هي هدفين بإذن الله قادرين، الأول مفتاح الثاني. ملعوبة الآن، ضغط زيلعي، تدخل النصر، باقي له تغيير، أدخل خالد الغامدي وأدخل سعود حمود كارينو، ورقة قادمة كأني ألمح عطيف، هو عطيف قادم، ملعوبة، تأتي الكرة، سيطرة من لاعبي فريقين العربي، عطيف إذن حاضر وقادم ومطلوب فعلا في دقائق قادمة. الدقيقة 72، ملعوبة تأتي لها في اليسار إلى خارج أرضية الملعب،
خارج أرضية الملعب. تفاصيل الهدف قد تكون بسيطة، بدقائق بسيطة ممكن النصر يعود، ونتفائل كما تفائلنا أو تفائل الجمهور النصراوي كثيرا في مباريات سابقة، ونتفائل اليوم فهو الممثل الوحيد في البطولة العربية. عبد العطيف مكان مين؟ عبد العطيف يدخل وراح يأثر بإذن الله. كرة ملعوبة الآن، تقدم الكرة فيها ضربة زاوية، ضربة زاوية للنصر. الهدف الأول، الهدف الأول النصراوي، موعده وقته بإذن الله قريب. ضربة زاوية، زيلعي راح ينفذ، يلعبها لعبد العطيف، عبده يلعب العرضية، مرت بشكل غريب لصالح العربي. تشتيت الآن، عبد العطيف مكان حسن الراهب، مكان حسن الراهب، بالتالي سعود حمود والسهلاوي فقط. وحتى الآن هذا المدرب البرتغالي صاحب 58 سنة، يعني هو جوزيه روماو حاضر حتى الآن بالنتيجة الإيجابية لصالحه. درب في البرتغال منذ عام 84، عنده تجارب مع الفرق العربية فقط، فهو درب العربي القطري أولا، قبل ذلك أتى للوداد المغربي إلى العربي القطري في موسم واحد 2007-2008، ومن ثم عاد للمغرب عن طريق نادي الرجاء، ودرب الكويت الكويتي، والآن العربي الكويتي يدرب هذا المدرب ريماو منذ عام 2011. كرة ملعوبة في اليسار، تقدم لصالح فريق العربي، لكن الكرة لصالح الفريق النصراوي، تغيير للعربي. النصر أنهى تغييراته كلها، النصر أنهى تغييراته كلها، فزج بعبد عطيف، وقبله خالد الغامدي، وقبله سعود حمود. بينما العربي الآن يخرج فهد الرشيدي ويدخل اللاعب رقم 21 فهد الحشاش، لاعب الوسط الدفاعي فهد الحشاش. وفهد الرشيدي يخرج وهو الذي سجل الآن هدف بعد غيبة في التسجيل. ملعوبة، حسني عبد ربه، مقطوعة الكرة، لكن تعود مرة ثانية محمد عيد، حسين عبد الغني. الأرضية ممكن حتى هي اللي غلطت محمد عيد في هدفي العربي. هذه من الأمور اللي يعني يجب أن ما نضغط فيها على محمد عيد. الأرضية شوية ما هي مستوية بشكل جيد، والمدافع يحتاج للحظة لتصرف سريع لإبعاد كرة ما بسرعة كبيرة، وبالتالي الأرضية وتغير اتجاه الكرة بالتأكيد يحرج أي لاعب كرة قدم. إبراهيم غالب يمر بشكل ممتاز وبطولي، ممتاز يا إبراهيم، يا سلام عليك، يقاتل على الكرة، مر ودخول عليه قوي، دخول عليه قوي، كرة ثابتة قبل كذا يحتسبها حكم المباراة محمد الفريح، يرمي بالكرة بعيدا، لكن القرار الآن بخطأ لصالح فريق النصر. شوف إبراهيم غالب، يا سلام عليك، بطل توغل من مسافة بعيدة لكي يتحرك وأن يأتي بفرصة بخطأ، لكن الخطأ يأتي لصالح فريق النصر. حسين عبد الغني، حسين عبد الغني مع الكرة الثابتة، عبد العطيف واقف معه، لكن حسين عبد الغني يبدو هو اللي راح يلعب الكرة الثابتة، وإن شاء الله تكون تلمس رأسية، تحرك فيها الشباك العربوية يا رب. كرة ثابتة، حسين يلعب الكرة رأسية، ولكن الإبعاد تأتي الكرة الآن في الجهة اليمنى. محمد فريح لمسة، هذه الأخطاء الفردية يتكلم عنها، يلا يا عبدو، عرضية، الله، يلا تكمل بجول، والرأسية إلى خارج أرضية الملعب. يا من هذا اللاعب اللي يدبل، لو لعبت على المضمون بالراس، لكن الكرة اللي مرت، شوف عبد عطيف، شوف الأخطاء الفردية، أخطاء في المراوغة، عبد عطيف أحلى من كذا ما في، لكن شوف هي جت خلفه، بالتالي مجبور على الدبل اللي هو محمد عيد، والرأسية ما كانت دقيقة، أجبر على اللعبة البهلاوية هذه أو اللعبة الفنية محمد عيد، وبالتالي الفرصة ضاعت على الفريق النصراوي. ملعوبة تأتي الآن، حسني يمر بالكرة، ضغط موجود عليه، أكثر من لاعب. محمد منير، عد بلدياتك يا محمد منير. حسني عبد ربه، الخطأ لصالح حسني اللي هو محمد منير حكم المباراة، واللي أدار مباريات بالتأكيد كان حاضر فيها حسني، فحكم المباراة أدار عدد من المباريات في الدوري المصري، ليس بالسهل. كرة ملعوبة، 94 مباراة أدارها في الدوري المصري. كرة ملعوبة، عبده عطيف، لمسة، ضغط عليه حاضر من فهد الحشاش البديل رقم 21 صاحب 22 سنة، لاعب شاب. كرة ملعوبة، غالب المتراجع في اليسار، حسين عبد الغني يسيطر على الكرة، يلعب كرة الآن في أوقات متأخرة، الآن الدقيقة تقريبا 80. كرة ملعوبة، تأتي مرة ثانية زيلعي. النصر وكارينيو أجروا كل ما يمكن من تغييرات هجومية،
لكن بدأها بالدفاع كارينو. ضربة زاوية؟ لا والله مو ضربة زاوية، مو ضربة زاوية، مو ضربة زاوية. ضربة مرمى للعربي، ضربة مرمى للعربي. نصر مر بمباريات كثيرة حاسمة وحضر بشكل جيد، لكن يقاتل على هذه المباراة. إن نجحت آمال الفريق النصراوي فالحمد لله، إن لم تنجح فازدياد الدعم صدقوني. النصر حاضر في مقبل من البطولات، عادل بالبطولة المحلية. بالتوفيق للكل. اليوم نحن قلبا وقالبا بكامل جوارحنا مع الفرق السعودية، وفي هذه المباراة تحديدا مع النصر. التوفيق للنصر وغيره من أنديتنا في البطولات المحلية القادمة. فالنصر استحقاقات القادمة لا قدر الله في حال خرج من هذه البطولة، كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين، وأيضا منافسته في دوري زين. هذه اللقطة اللي كانت حقيقة سيئة لحسين الموسوي اللي قام بالتأشير على الجمهور النصراوي بعد الهدف. طبعا كناية على أنه يعني وكأنه يقول أني لا أسمع لكم أصواتا بعد الهدف الثاني، لكن بالتأكيد لقطة استفزت، مو كما جعلت حسين في اللقطة الماضية اللي أيضا انتقد فيها حسين في الدخول القوي في اللقطة الماضية، وأقول الحمد لله أنها بطاقة صفراء كانت على حسين عبد الغني، لكن في النهاية الحمد لله الروح الرياضية حاضرة. وهنا بعض اللقطات المهمة في مباراة اليوم، في اللقطات التي مرت في هذه المباراة الحاسمة. هذه لقطة الهدف. شوف محمد عيد يبدو أنه عاش أوقاتا صعبة مع أرضية الملعب، وهذه الكرة اللي سجل معها حسين الموسوي هدف المباراة الثاني لصالح فريق العربي. الذهاب 3-2 للنصر، والآن حتى الآن النتيجة لصالح العربي وهي 2-0. النصر يحتاج هدفين. هذه الكرة ملعوبة الآن لحسني. حسني الآن يحاول في الكرة إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى، ضربة مرمى، ضربة مرمى، ضربة مرمى. غدا راح يكون اجتماع 28 فبراير في الجزائر للجنة المسابقات في الاتحاد العربي واللجنة المنظمة للبطولة، وممثلي الاتحادات والأندية المتأهلة لدور الأربعة للتأهل لتحديد أو إجراء القرعة لدور الأربعة. هذه البطولة عادت بعد غياب منذ موسم 2008-2009 بعد أن توج الترجي التونسي لقبا للبطولة العربية. كرة ملعوبة الآن، خالد القامدي يحاول في الكرة، الكرة فيها ضربة زاوية، ضربة زاوية للنصر. أسرع يا شباب، أسرع يا شباب. حاضرة الكرة مع عبد عطيف لو ينفذها بشكل سريع، وإن كان العربي عنده لاعبين طوال القامة. عبد عطيف يلعب الكرة رأسية الآن، حاضرة ملعوبة حسني، متابعة لمحمد عيد القادم الخلفي، لكنها لصالح العربي، لصالح العربي. تأتي مرة ثانية الآن لغالب، ملعوبة الآن في اليسار. حسين يلعب كرة عالية، عيد متقدم، تراجع كبير جدا للاعبي العربي، وهذا ما يجعل عيد يتقدم الآن. ملعوبة خالد الغامدي، حسني الآن أو زيلعي يلعب كرة الآن لخالد. يلا يا خالد، يلا يا خالد، هذه عرضية تمرير، فيها قرار ما فيها قرار. لو لعبت على المضمون وأرضية عرضية يا ليتها كانت منك يا خالد يا غامدي، لكن كرة مقطوعة الآن في مرتدة لصالح فريق العربي. لا في اليسار حسين الموسوي، موسوي 3، ولكن كرة الحمد لله فيها خطأ في التمرير. شوف الجمهور النصر وين واصل حتى في الجهة المقابلة في مناطق مختلفة، لكن ما كملت بالنتيجة، ما اكملت بالنتيجة. لدينا الدقائق القادمة بإذن الله يحضر فيها النصر. حسين عبد الغني في الجهة اليسرى. العربي راح يجري تغيير أخير بدخول لاعب محمد جراق الخبير، لاعب وسط. عبد عطيف، هذا المكان اللي كنت أتمنى أن عبده يكون حاضر فيه منذ فترات طويلة في المباراة. تمريرة ملعوبة لسعود حمود، يلا يا أصفر، يلا يا العالمي زيلعي، تمريرة عرضية، تابع، والكرة الآن تأتي مقاتلة مرة ثانية. عبد العطيف في مكان ممتاز، تمريرة سعود حسين، رجعت الكرة مرة ثانية. حسني عبد ربه، ملعوبة في العمق، ممتاز الآن، جهز الحسني شوت، يا الله على الفرصة اللي ضاعت، يا الله على الفرصة اللي ضاعت. اخترق النصر صح، جملة فنية رائعة، لكنها ما اكملت مع حسني، ما البست مع حسني، ما جت في زاوية مع حسني. النصر يفعل كل شيء، لكن اللحظة الأخيرة ما كان النصر موفق فيها أبدا. لقطة خطيرة جدا، فرصة خطيرة كان من الممكن
أن يصل فيها النصر للهدف الأول، أن يصل فيها النصر. كرة ملعوبة الآن خطيرة للعربي، مرت سليمة، مرت سليمة، مرت سليمة، مرتدة، مرتدة خطيرة، مرت سليمة على النصر. حسين عبد الغني، حسين يلعب الكرة الآن لمحمد عيد، تمرير خاطئ، والله ما احنا ناقصين تمرير خاطئ بهذه الطريقة. فهد الحشاش راح يمسك كرته بالتأكيد، لأن النتيجة مطمئنة جدا للعربي، فالنصر يحتاج هدفين. ملعوبة عبد عطيف، مقطوعة الكرة للحشاش، تأتي مرة ثانية للعربي، مبعد الآن. نواف شوية يلعب كرة عالية فيها خطأ لصالح فريق النصر. شوف اللقطة الماضية، هذه لقطة اللي فيها لمسة يد، لمسة يد على مرتضى فال، لمسة يد على مرتضى فال، بينما هذه اللقطة الماضية أيضا فيها خطأ بالراسية من عمر هوساوي. عمر وحيدا في الدفاع، محمد عيد متقدم، محمد عيد متقدم، رمية تماس للنصر. كارينو، آخر 5 دقائق من الوقت الأصلي، آخر 5 دقائق من الوقت الأصلي. إن شاء الله يا رب يكون في فرج قادم للنصر. ملعوبة في اليسار، محمد السهلاوي الآن، سيد محمد عدنان، دفعة على السهلاوي، دفعة على السهلاوي، خطأ لصالح فريق العربي. والله كان ودنا النصر يعني يجتاز، لكن لا زال في الوقت بقية، وننتظر وصولا، ننتظر تركيزا في دقائق قادمة. ملعوبة حسين عبد الغني في الجهة اليسرى، حسين تمرير، هوساوي عمر يلعب كرة أمامية، غالب، غالب يلعب كرة لحسين أو حسني عبد ربه، أسرع يا شباب. ملعوبة الآن زيلعي، مرر، ركزوا في هجمة تكون مرتبة يكون معها الخطورة. هذه كرة ملعوبة الآن خالد الغامدي، يمر خالد، يتوغل خالد، يا سلام عليك، لمسة الآن ملعوبة، حسني الآن مرة ثانية والإبعاد، يا الله يا الله، ورقة خالد الغامدي المؤثرة في الفريق النصراوي بالتأكيد تفرق في الجهة اليمنى، تفرق في الجهة اليمنى. ثاني فرصة أيضا النصر لم يحضر فيها، شوف لو تتكرر هذه الفرص يعني النصر يسجل هدف هدفين ويصل للتعادل المؤهل لدور الأربعة. رمية تماس ملعوب على خالد الغامدي، يسيطر عليه سعود حمود، رمية تماس مرة ثانية للنصر. كارينو عمل جيد، لكن قد تجتهد وتعمل كما ذكرت أنت يا كارينو ولا توفق في الفوز. كرة ملعوبة، مباراة رقم 21 لكارينو مع النصر. ملعوبة عبد عطيف، يا سلام عليك، لمسة الآن حاضرة، عبدو لمسات سريعة، عبدو يلا يا مراوغتك يا مهاراتك، سهلاوي جاهز المان، جرب وشوت يا زيلعي، يا الله ما في أحد مركز في تسديد كرة صح على المرمى أبدا، كل شيء يكون حاضر، التمرير، المراوغة، الوصول رغم الكثافة، لكن هذه التسديد باتجاه المرمى لما تحصل لك ثغرة، لما تسدد يا زيلعي أكثر من لاعب نصراوي أبدا باتجاه المرمى، ما في دقة في التسديد. ملعوبة، ضربة المرمى للعربي، عمر يلعب الكرة الآن، تشتيت عشوائي الآن العربي، هذه خطيرة، عبد الله العنزي يسيطر على الكرة، يلعب كرة الآن في الطرف الأيسر، حسين عبد الغني، حسين يلعب كرة عالية، ما هي دقيقة، تعود مرة ثانية لعمر هوساوي، في اليمين الآن خالد الغامدي. ملعوبة تأتي الآن عرضية، متابعة الآن، تشتيت عشوائي، مفروض أي عشوائي نكون أكثر تمركزا في السيطرة على الكرة. مرة ثانية هذه كرة تأتي الآن السهلاوي بالراس، مرة ثانية العربي، طويلة خطيرة خطيرة خطيرة، يتابع عيد، اختلعها عيد بشكل ممتاز جدا، تأتي لغالب، غالب الآن يحول كرة في اليسار، عبد عطيف، ورقة تأخرت الحقيقة للنصر، مغامرة كارينو الهجومية تأخرت، كرة ملعوبة الآن، سعود حمود يراوغ، يلعب كرة البين بلا عنوان، بلا عنوان، تأتي مرة ثانية لسعود حمود، مرة ثانية لفريق العربي، يلعب كرة لسيطرة فريقي النصر مع غالب، محمد عيد للنصر الآن، بداية
محاولة نصراوية الآن، تمريرة ممتازة في اليمين، خالد الغامدي دائما فيه الخير، فيها الخير، والكرة الآن تعود مرة ثانية، التشتيت ما هو موجود لكن يأتي الآن مرة ثانية للنصر، تراجع تام للعربي. ملعوب الآن غالب، ممتازة في اليمين، تجهيز الآن للزيلعي، افتح يا خالد يا غامدي، راوغ الزيلعي، خطأ للزيلعي، خطأ للزيلعي. كرة ثابتة تنفذ بشكل سريع، النصر يلعب بشكل سريع الآن، تسديد رجال مرمى، يتألق فيها الحارس محمد غانم، يتألق، ممتازة يا خالد يا غامدي، تسديدة من القلب كانت، لكن سيد او محمد غانم يسيطر على الكرة، تأتي لعبده، عطيف يجهز لحسين، باليسرى حسين يمرر، هذه خطيرة، الكنترول ما حضر من الزيلعي، تأتي للمرتدة للعربي الآن، الموسوي الآن ومحمد جراق ياخذ الخطأ، محمد جراق الخبير العرباوي. النصر ان ما مشت الامور اليوم التعويض قادم، صدقوني يا جمهور النصراوي، والعربي ينجح في تعويض جماهيره الكويتيه بطوله ولي العهد. شوف التسديده الماضيه رايحه للجول، لكن تألق فيها الحارس، وان غاب خالد الرشيدي المحترف الان في نوتنغهام فورست الانجليزي، فيحضر الان العربي الكويتي عبر حارس جديد محمد غانم، تألق في اللقطه الماضيه. رمية تماس، محمد عيد، عمر هوساوي، الدقائق الأخيرة، ملعوب الآن الغامدي، زيلعي الآن، هوساوي يتقدم، يعمل زيادة قلب الدفاع في اليمين الآن الغامدي، حول العرض للزيلعي في مكان ممتاز، زيلعي، عمر هوساوي، تمريرتك، كرة ثابتة، لكن الآن راح ينفذها الخطأ لصالح فريق النصر، حسني راح ينفذ الكرة الثابتة، الآن النصراوية يجرب يشوت باتجاه المرمى، تسديدة قوية ممكن تسوي مغالطة لدفاعات فريق العربي، ننتظر الكرة الثابتة القادمة. حسني كرة ثابتة لما حسني مع النصر، حسني عبد ربه الآن ينفذ جهة المرمى، حتى الكرة هذه في حائط الصد، ضربة زاوية للنصر، الكرة تتأخر في الحضور، هذا اللاعب نواف الشويع، لاعب الطويل نواف الشويع، كرة ملعوبة الآن ضربة الزاوية رأسية الآن، إبعاد من الحشاش فهد، تأتي الآن لمرتدة الآن خطيرة الآن ملعوبة، لكن غالب يدخل بشكل ممتاز، يلعب كرة في اليسار إلى رمية تماس. الكرة السعودية حضرت في هذه البطولة ب8 ألقاب، و4 مرات كنا وصفاء في هذه البطولة. تونس تأتي بعد الكرة السعودية من ناحية تحقيق لقب هذه البطولة 5 مرات أبطالا في هذه البطولة. تونس، العراق ثانيا 4 ألقاب عراقية. هذه الكرة العنزي يدخل بشكل قوي وفيه من الجرأة والدعم لزملائه، لكن الكرة فيها لمسة يد بقرار الحكم محمد فاروق، لعبها بالصدر لكن البطاقة الصفراء تحضر. كرة ثابتة للعربي، أول فريق حقق لقب هذه البطولة نادي الاتفاق. شوف اللقطة الماضية بالصدر لكن احتسبت لمسة يد، ما في لقطة واضحة، هذه واضحة هنا، واضحة فيها لمسة يد. الاتفاق فاز في عام 84، كرر فوزه في البطولة عام 88، بعد ذلك أتى الشباب عام 92 فوزه في البطولة، ومن ثم الهلال عام 94 و95 لقبا في هذه البطولة. نادي الشباب فاز عام 99، عام 2002 فاز فيها نادي الأهلي، وعام 2004 2005 فاز فيها نادي الاتحاد كآخر لقب سعودي في هذه البطولة. كرة ثابتة لصالح فريق العربي باتجاه المرمى الآن، لكن عبد الله العنزي يسيطر على الكرة. الدقائق الأخيرة الباقية الآن، النصر يحتاج إلى هدفين، وإن خرج النصر فالنصر يسير بالشكل السليم. نتمنى أن يزداد الدعم الجمهور النصراوي لأحد أهم أركان الكرة السعودية. لدينا أركان تؤثر في المنتخب السعودي في الكرة السعودية، أحد أركانها هذا الموسم عاد، ونتمنى أن يواصل الجمهور
الجميل، الجمهور الأوروبي، الجمهور الرائع، جمهور النصر العالمي، أن يواصل الدعم. بطولة ضاعت والبطولات قادمة. وأسأل أي ناقد، اسأل أي محلل، وأيضا السؤال بالتأكيد حاضر مع زميلي فهد مساعد، مع عادل البطي وكذلك الرومي، بأن النصر عائد. الأمور هنا فيها مشاحنات، نتمنى أن هذه الأمور ما تكون حاضرة، لكن العقلاء الآن يتدخلون في هذه اللقطات. النصر حظ أوفر. تحياتي محدثكم أحمد خالد النفيسة. أحول المايك الآن لزميلي فهد مساعد. زميلي فهد، إليك الكلمة. شكرا للزميل أحمد النفيسة. إذن العربي الكويتي لدور نصف نهائي كأس الاتحاد العربي لكرة القدم بعد فوزه على الفريق النصراوي بهدفين دون مقابل. فالنصر في ظرف أسبوع يخرج من بطولتين، الجمعة الماضية أمام الهلال في مسابقة كأس مسيدي ولي العهد، وهذا الأسبوع وهذا اليوم بالتحديد أمام العربي الكويتي في كأس الاتحاد العربي لكرة القدم. كان بالإمكان أفضل مما كان، لكن للأسف لم يقدم السيد كارينيو ولا اللاعبون ما يشفع لهم بالفوز من خلال هذا اللقاء، أو حتى أيضا تسجيل هدف أو إدراك التعادل. أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. ألف مبروك للفريق العربي الكويتي، وحظ أوفر وهارد لك للفريق النصراوي. للأسف نشاهد الآن أحداث مؤسفة بعد نهاية هذه المباراة تظهر لكم على الهواء مباشرة الآن. تدخل رجال الأمن لفك الاشتباك الحاصل بين بعض لاعبي الفريق العربي الكويتي والفريق النصراوي. نشاهد الآن معكم السيد كارينيو مدرب الفريق بعد نهاية هذه المباراة، ويدخل إلى غرفة الملابس، وربما هناك يعني أعتقد أن هناك اشتباك، وممكن تكون هناك لا زالت الاشتباكات حاصلة. نتمنى لا نشاهد مثل هذه اللقطات، ونبقى في الأخير أخوان وأشقاء في دولة واحدة وفي خليج واحد. الكويت والسعودية تعتبر دولة واحدة، ولا نتمنى أن نشاهد مثل هذه اللقطات. لكن للأسف دائما بطولاتنا العربية لا تخلو من مثل هذه اللقطات. نشاهد الآن جماهير حاضرة في مدرج الملعب.